عملت الست حاجات دول وما عملتش مليون جنيه من اول سنه ليك في كيان، شيك من جيبي بمليون جنيه وهتصرفه كمان سنه. سؤال مهم جدا، ليه مش بنقبل كل الناس؟ انا شخصيا كمحمد بتعامل يوميا مع 50 فرد تقريبا جداد، كل يوم 50 انسان جديد بيبعتوا بياناتهم وبيسالوا عن مشروع كيان. لو انا قابلت الناس دي كلها مش انا هعمل فلوس؟ سؤال بديهي جدا، تمام. السؤال ده اختصاره في سؤال جاوبه انت. ايه رايك لو انت في ايدك انك توصل للمليون جنيه عن طريق 1000 انسان؟ جميل. ال1000 انسان دول او ال1000 فرد دول اللي هيشتغلوا وهيبيعوا بالارقام دي، ال1000 فرد دول تتعامل معاهم كلهم لوحدك، ولا تتعامل مع خمسة والخمسة دول يتعاملوا مع ال900؟ انت فاهم قصدي؟ هكذا تبنى الشركات. البيزنس ما بيتبنيش على كتر الناس. علشان كده لما انا باجي ادور، كل اهتمامي بان انا اختار افضل ناس. انا ممكن من 1000 اختار 8 افراد بس، ممكن من 2000 اختار 16 فرد فقط. طيب هل الموضوع ده بياخد مني وقت ايه؟ ياخد زي ما ياخد. انا في عملية مستمرة للبحث على ناس اساعدهم يعملوا مليون جنيه، فيعرفوا يكونوا فرق ويعملوا مبيعات بملايين، فيعرفوا هم كمان يعملوا ملايين، وانا كمان ارباحي تقدر تتضاعف. تمام. ففكك بقى من فكره ان الموضوع بكتر الناس ولازم اكون عندي معارف. طيب اغششكم حتتين. اي كوتش شاطر او اي بيزنس مان شاطر لما بيجي بيختار بناء على حاجتين. انا هقول لك انا بختار بناء على حاجتين. اولا يكون الشخص اللي جاي لي ده نفسه في حاجه بره ما يجيبهالوش. يعني ايه؟ يعني يبقى نفسه يعمل حاجه بالورقه والقلم بره ما يعرفش يعملها، فيبقى بالنسبه له كيان هي الامل الوحيد. دي اكتر ناس انا بكمل معاها وبشتغل معاها وبديها تدريبات. جميل. دي اول نقطه. تاني نقطه، اضمن انا كمان ان هذا الشخص هينتج. اضمن انا كمان ان الانسان ده لما انا اديله وقتي ومجهودي هينتج عنه يعني اسمار، هينتج عنه مبيعات، هينتج عنه شغل. بعرفها ازاي؟ 6 شروط بحطهم من اول يوم. لو هو ضمن لي ال6 شروط، انا بضمن له المليون جنيه في اول سنه ونص. يعني حرفيا لو انت عملت ال6 حاجات دول وما عملتش مليون جنيه من اول سنه ليك في كيان، شيك من جيبي بمليون جنيه وهتصرفه كمان سنه.